الجمال كان سلاحها، بس الحقيقة إن ذكائها كان أخطر بكتير. في زمن كانت الإمبراطوريات بتتولد وتموت بالسيف، ظهرت بنت عمرها أقل من 20 سنة اختارت إن هي ما تكونش مجرد ملكة. كليوباترا، آخر حكام مصر من الأسرة البطلمية. ست اتعلمت لغات كتير، فهمت السياسة أكتر من اللي كانوا عايزين يحصروها. لما روما كانت بتقرب هي ما استنتش الحرب، دخلت التاريخ بطريقتها. بيقولوا إن هي ما قابلت يوليوس قيصر مش كملكة ضعيفة بتطلب حماية، لكن كحاكمة بتتفاوض ندا لند. بعده بسنين وقفت قدام مارك أنتوني، مش عشان قصة حب وبس، لكن عشان كانت شايفة الصورة الأكبر بكتير. كليوباترا ما كانتش مجرد وش جميل على عملة ذهبية، لا، دي كانت مشروع دولة، كانت عقل بيحسب الخطوة قبل ما تتحرك. كانت ست قررت إن اسمها ما يتحطش في الهامش. ولما العالم حاول يكتب نهايتها اختارت هي السطر الأخير. مش كل الناس بتكسب المعركة، بس قليل جدا اللي بيكسبوا الخلود. وكليوباترا ما ماتتش، كليوباترا اتحولت لرمز، وعشان كده ما لقيناش انسب منها يبقى موجود على الكلاتش بتاعنا، لان الرسمه دي مش مجرد بورتريه، ده استلهام من حضاره عمرها الاف السنين، من ست كانت فاهمه يعني ايه تبقى مختلفه. كليوباترا مش بس ملكه، دي كانت ايقونه قوه، ذكاء، حضور يخلي امبراطوريات كتير قوي تنهزم قدام. من وجهه نظري فهي من اقوى الستات في التاريخ، ولا انت رايك ايه؟